هما بيعملوا طاسات السعادة، احنا بقى بنعمل طواجن السعادة. طواجن السعادة. بصوا اصلا الجبنة عظمة عظمة، احنا بنعمل عظمة ما شاء الله اللهم بارك. مطة الجبنة كده حاجة خطيرة، ولما تاخدي بقى حتة كده وتحطيها جوه لقمة عيش بلدي حلوة كده محترمة، بصي تبقى تدوسي. ايوه باظظ. هو الباصص ده. احنا اهم حاجة ان هو يبوظ كده، اصل احنا مش كل يوم هنحط الموزاريلا اللي هتبوظ. فركزوا معانا كده بقى في الوصفة التمام دي، علشان صحتكم تبقى ايه، عسل. تمام وعسل ان شاء الله. طبعا احنا ما شاء الله الوصفه بتاعتنا قبل ما نبدا هنسمي الله ونصلي على الرسول. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ماشي، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو عشان كل الناس تعمل زينا. بصوا بقى، اول حاجه هنشوح البصريه تشويحه خفيفه، ننزل عليها بطماطميتين برضو خفيف كده يتبالوا مع بعض الدبلان خفيف، نحط الفلفل وننزل بالسوسيس، الترتيب اللي انت عايزاه اعمليه. ومعانا بيضتين هربهم كده وهنزل عليهم ملح وفلفل وكمون، وهشيلهم من على النار في ساعتها. هشيلهم، مش هتسوي البيض يا جماعه، ده طاجن همر صعيدي بيحتفظ بالحراره بدرجه عاليه جدا. فانا مجرد ان قلبت الحاجات دي وحطيت البيضتين وشلته من على النار، البيض استوى. بصوا الجبنه يعني انا برص الجبنه والجبنه بقت تبقلي، اللي هي الجبنه ابتدت تسيح اصلا من حراره الطاجن اللي طالعه منه. فما تقلقوش البيض استوى جدا. هنخلصهم، هنرصنا الجبنه ورصنا حته لانشون كده من على الوش كده، عندنا حته فلفل خضرة كده جميله حراقه، حطيناها في الفرن دقيقتين اتنين بالظبط او دقيقه واحده كمان، يا دوبك الجبنه ساحت بس كده وناحت. وكان ممكن اغطيها بالغطا واسيبها كانت هتسيح برضو، بس احنا كنا مستعجلين وكنا جعانين بصراحه. فانا ولعنا الفرن الدقيقه دي الشوايه، يا دوبك الجبنه ساحت بس مش عايزينها تتحمر، عشان لو اتحمرت ايه اللي هيحصل للمطه يا ايمي؟ مش هتموت. برافو عليكي بنتي وحافظه، مش هتمط. لو اتحمرت يا جماعه بتبقى كريسبي وما بتمطش. زي ما قلنا بقى احنا بنقدر نستبدل اي حاجه باي حاجه، احنا الفكره بتاعتنا في الجبنه هي اللي هتمط وايه وتبظ وتلظ كده وتدينا احلى منظر واحلى طعم. ولو حطيتي بقى شويه جبنه رومي، يا سلام. اه والله يا بنتي ايمي يا سلام على الطعم، الجبنه الرومي بتودي الطعم في حته تانية خالص. بس احنا اكتفينا بالموتزاريلا بصراحه، يعني كفايه جبن علينا كده، احنا اللي قربنا نبظ واللوز من الجبنه دي. وكلي بقى احلى طواجن. مفيش، مش عايز تحطيها في الفرن على البوتاجاز زي ما قلنا وغطي عليها. ما عندكيش الهامر ده، في اي طاجن عندك حطيه في اي طاسه واعمليها، بس تكون ايدها تكون بتستحمل الحراره، عشان مش هنقعد نقلب ونعمل، عشان دي ما بتتقلبش يا جماعه، الطاسه دي لو قلبتيها هتبوظ. ممكن تتقلب بعد الجبنه بس بصعوبه، فاحنا هناكلها من الطاسه نفسها زي ما احنا كده اكلنا من الطاجن، نقطع ونطلع. واللي مش يحبش الجبنه الفلفل الحراق حطيناهوش في الاول علشان ما يحرق لناش الدنيا، بنحطه كده عشان اللي عايز بياخد واللي مش عايز ما بياخدش. ولو وصلتوا معانا لغاية هنا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. حاضر، هيحطوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا ذلك. بصوا بقى الالوان، انا بتنمر على بنتي عشان ما حدش يتنمر عليها، معلش معلش احنا بنتكلم يا بنتي معلش. بسم الله ما شاء الله الالوان تحفه. اكله متكامله، فيها بروتين وفيها خضار، فيتامينات، وفيها كل الحاجات اللي انتوا تحبوها. والف هنا. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما اتفقنا احنا هنبدأ في مشوار السعادة، حتى لو عن طريق الاكل، عن طريق اي حاجة حلوة نعملها، ووداعا لاي حد وحش في حياتنا. و... وايه، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تحطوا لايك، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاركونا كومنتاتكم حلوة.